السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ بخير هانيين كلشي مزيان. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف ما كتشوفوا المسلسل اللي داير ضجه هاد الايام هو مسلسل عائشه. صراحه مسلسل زوين وكيحكي وقائع اللي هي احداث اللي فعلا كاينه في الواقع ديالنا. اليوم غادي نتكلم لكم على المصير ديال عائشه في الحلقه الاخيره. بما ان عائشه دارت اكثر من المجهود ديالها باش تعاون بناتها وتقريهم وتزوجهم وتعطي فلوس كثيره لخواتاتها. كيف ما شفنا قبل، عطات الفلوس لختها نعيمة باش تعطيهم الزوج ديالها هكا باش ما يدخلهاش الحبس، و20 مليون اللي عطات لختها خديجة مقابل حقها في الورث. الى انها دارت واحد الغلط كبير وكبير بزاف، هو انها كانت كتهز الفلوس من الحساب البنكي ديال السيده كريستين، وملي تفضح الامر ديالها غادي تدخل السجن. وخالد اللي هو الزوج السابق ديالها والاب ديال بناتها اللي بان عفوا مؤخرا في هذه الحلقات الاخيره، هو اللي غادي يعاونها ويخلص عليها الكفاله باش تخرج من الحبس، لانه هو كان خلى ليها بناتها ومشاو تفرقوا وبقات هزه الحمل ثقيل. يعني هادشي كامل دارو باش يعوض ليها كاع داكشي اللي دارتو على قبل بناتو. عائشة من اللي غادي تخرج من السجن غادي يتم الطرد ديالها من البنكة بصفة نهائية بسبب السوابق العدلية اللي ولات عندها والسمعة ديالها، الشيء اللي غادي يخليها تدخل في اكتئاب. لكن هذه هي البداية الجديدة ديال القصة ديال الحب ديال عائشة مع المدير ديالها، اللي غتكون قصة حب جميلة وغادي تسالي بزواج. للمزيد من الأحداث تابعوا قناتي، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو خليو لي اعجاب وكومونتو زوين واشتراك في القناة، والى فيديو قادم ان شاء الله.